انه ما يضغطش من الاول، يضيع الشوط وزياده في جاري في نسق الخصم. كرة خطيرة، لويس وجول، جول على لويس سواريز، جول. انا بقول في بداية الديربي انه لو كتب التسجيل ستنقشع الغبة يا ابن الاوروغواي. 1-0 البيستوليرو بالمسدس، طلقة من 10 امتار، يقتنص الكرة الغدار، يهرب الكرة ويكمل بها مشوار قدام انصار غير الانصار، قدام انصار اسبانيول، ويسجل هدف بداية المشوار نحو الانتصار. اسبانيول يخسر حاليا الرهان، كرة هدية والهدية لا ترد مع قناص بحجم المرعب والرائع لويس سواريز. لويس هذه ما ضيعهاش، هذه لو ضيعها الحقيقة باش تدخلوا في دوامة شك، هذه باش تعذبوا مع انصار برشلونة وانتقادات برشلونة وغدر جمهور برشلونة، ولكن قسوة الكرة لها ايام، لفت ودارت وغابت عنه ايام، خرج لهم المسدس وضرب في المليان. انه بالاوروغواي ولد الناسيونال دي مونتيفيديو حقيقة ماهوش مرتاح، ماهوش بنفس احاسيس الكلاسيكو اللي قدم فيها مباراة كبيرة. حس البرسا يعني مضطرب، ماهوش هادي في مباراة اليوم، خايف برشا. يمشي ميسي حط الكرة والهدف الثاني، والبارسا يوصل الفينال الليغا. البارسا سيبقى في صراع الليغا. ميسي والهدف الثاني من ايفان راكيتيتش، الكرواتي ينهي حماسة اسبانيول. الابن العاق لن يعوق برشلونة والدريم تيم عن حلم الليغا من جديد. ايفان راكيتيتش مرة من هنا، ايفان يسجل هدف جديد، الباس ولا اروع، التمريرة حاسمة ولا اسيست مرة اخرى. ديون جراندي ليونيل ميسي لراكيتيتش، والراقي يرتقي للبرسا في صدارة الدوري مع نادي الريال مدريد، ولكن بلقاء منقوص الريال. عمل كل شيء ليو، حط الكرة ميسي عمل السرعة القصوى النفاثة ليونيل ميسي، التورنادو او الكونكورد السريعة. مرة من هنا اعطاه باس، شاتها كانها بينالتي ضربة جزاء لاسبوع ثاني على التوالي. راكيتيتش يتألق بعد الكلاسيكو، يسجل في الديربي. ايفان في نهاية سيزون متميزة جدا، اضافته واضحة. هنا القادمون من الخلف ودور وسط الميدان اللي كان ناقص ومعدوم في الشوط الاول. 86 غدا ما تنساوش فما الديربي توتنهام ارسنال، هو تشيلسي ايفرتون. البريمير ليج تقرب من تشيلسي ولكن ليس بعد. ميسي طيحهم، ميسي اعطى باس، كرة فيها هربت نيمار لكن برافو الدفاع. يرجع نيمار يعطي الباس، يجري اللاعب لوبيز، تمشي كرة ليونيل ميسي والثالث الترسيرو ديل بولجا. ميسي يلعب كرة والدفاع يرتبط. الهدف الثالث يا الكتالوني، الهدف الثالث. رصاصة الرحمة او رصاصة القهرة او رصاصة النقمة او ديربي لن يعوقك يا لويس انريكي. 3-0 للاف سي برشلونة. ليس نيمار يا ابن السيليساو، ولكن انه الجار الاوروغواياني لويس سواريز في الدوبليتا الثنائية. الآن غاب والآن غاب، ولكن الآن سجل 2 غاب يعني بين ظفرين، تعبير مجازي. لو لم يحضر الآن ولم يساهم الآن لا ما سجل الآس ولما انتصر الأمسان ورفقاء الأمسان. هربة والكرة في الشبكة. 3-0. تسألنا عن الثالث المرتقب، هل هو نيمار أم ليو؟ في الأخير عاود من جديد.